بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الشهاده الاعداديه مع مستر عبد الله. باذن الله احنا محضرين لكم مفاجاه لنفس الترم الاول. فيديو هينزل عندنا على قناتنا على اليوتيوب باسم مستر عبد الله دراسات اجتماعيه وتاريخ ثانويه عامه، وعندنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحه وحيده باسم مستر عبد الله. هنعمل فيديو تاريخ مراجعه نهائيه لن يخرج عن الامتحان، وجغرافيا زي ما عملنا في الترم الاول، وربنا كرمنا الحمد لله. كل الطلبه اللي معانا في درس الاونلاين قفلت دراسات بمشيئه الله، وكمان ربنا كرمنا بوجود طلبه اوائل المحافظات زي محافظه القاهره، والحمد لله. احنا هنبدا ندي سؤالين بسرعه، وديت اسئله بنسميها اسئله تميز، ودايما الطالب المميز للاسف بيجي في اسئله سهله بالرغم من سهولتها. ركز مع بعض شويه، اتفضل معايا. اول سؤال عايز اساله لك، دي دوله مين؟ ها، برافو عليك، دي دوله نيجيريا في غرب افريقيا. طب نوع الزراعه ايه؟ كثيف، تمام. طب دي دوله ايه؟ دوله الهند فين؟ جنوب اسيا. نوع الزراعه برضه كثيف. نركز على مفتاح الخريطه. دي دوله مين؟ دوله المانيا. نوع الزراعه تجاريه علميه واسعه. دي دولة مين؟ الولايات المتحدة الأمريكية. نوع الزراعة زراعة تجارية علمية واسعة. دي دولة مين؟ ديت عند البرازيل. نوع الزراعة زراعة بدائية بسيطة وزراعة كثيفة. إذا أنا لازم أركز، بدل ما الطالب بيحط تركيزه على خريطة الدولة لازم أركز عندي على خريطة العالم. تمام يا شباب؟ ناخد كمان معلومة. أنا عندي هنا جنوب شرق أفريقيا. جنوب شرق أفريقيا. نوع الزراعة زراعة تجارية علمية. طب هل هنا برضو راعي تجاري علمي؟ بالفعل راعي تجاري علمي. نفس بالظبط عندي في ألمانيا راعي تجاري علمي. نفس عندي هنا في أمريكا الشمالية الولايات المتحدة تحديدا راعي تجاري علمي. عندك خلي بالك الهند ركز فيها، هي تاني دولة في العالم من حيث تربية الأغنام، والأغنام بتربى في المراعي التجارية. يعني معنى كده إن الهند عندها راعي تجاري. هو ما ذكرتش فيه شرح الدولة، ولكن دي استنتاج من خلال إن الأغنام تربى في المراعي التجارية الواسعة وراعي تجاري. في أي مشكلة يا شباب؟ تحياتي لكم مستر عوض الله، وأتمنى دائما نتفاعل ونوصل كل الفيديوهات بتاعتنا لكل الطلبة، وننتظر خلال الأسبوع القادم هينزل فيديو شرح مراجعة نهائية، فيديو مراجعة نهائية جغرافيا، فيديو مراجعة نهائية تاريخ